بشتغل في ماكس ماسل في راس سموحه. النهارده جايين نتكلم على منتجات دكتور هيلث. تمام، هي كذا منتج، في جو فايبرز، وفي جو جرين كوفي، وفي جو سليمنج هيربس، وطبعا في السكر دايت بتاعهم برضه كويس جدا. الاول جو فايبرز من المنتجات اللي هي بتسد الشهيه كويس جدا، ودي حاجه مميزه بالنسبه لناس كتير اللي هي بتعمل عمليات زي العمليات بتاعه التكميم او البالونه اللي بتتعمل في المعده عشان تسد الشهيه. دي بتبقى الياف طبيعيه بتدخل المعده بتسد الشهيه كويس جدا، بتفضل من فتره من 7 ل 8 ساعات. طبعا دي حاجه مميزه، حاجه طبيعيه. جرين كوفي طبعا محترمه جدا، اعلى نسبه كلوروفيل الموجوده فيها، مضاف عليها طبعا طعم الفندق. طبعا دي حاجه مميزه للناس اللي ما بتحبش طعم القهوه الخضراء عموما. السليمنج هيربس من المنتجات برضو المميزات بتاعتها برضو ان هي سد الشهيه وبتساعد على حرق كويس جدا، وبتخلي الجسم يتخلص من الميه الزياده، وبرضو بتخلي الجسم ريلاكس شويه لفكره ان الارق او حاجه زي كده. تمام. سكر دايت برضو في فيدباكس كويسه جدا الناس بتشكر فيه. من السكر دايت اللي هو ملوش اي طعم افتر تيست، اللي هو ما يجيش مراره بعد الطعم. دي ممكن من مشاكل كتير جدا من الشركات اللي بتشتكي او الناس بتشتكي دايما ان السكر دايت بيبقى فيه مراره، دي ملوش افتر تيست خالص في المراره. بالنسبه للفيدباك من العملاء، لا، في حاجات كويسه جدا زي جرين كوفي طبعا، حته الطعم بالذات، وكلوروفيل طبعا النسبه العاليه اللي فيه دي ميزه، دي يمكن يتميز عن بقيه الشركات. السليمنج هيربس ناس كتير استخدمته بالنسبه للناس بالذات اللي عندها مشكله مع كافيين، الناس اللي عندهم ضغط او قلب ما بياخدوش منتجات فيها كافيين، فبيستخدموا سليمنج هيربس مميز جدا معاهم. وبرده لو حد عنده ميه زياده في جسمه بيتخلص منها. جو فايبر لا، ده دايما الناس بتشكر فيه عشان فكرته ان هو يسد الشهيه فتره طويله، دي حاجه مميزه جدا. بيحتاج بس شرب ميه كتير مش اكتر من كده معاه. احنا دايما ترشيح المنتجات بتاعت دكتور هيلث مش قاصره بس على العملاء بتاعت الجيم او رياضات عموما، لا، العملاء عميل طبيعي جدا بيجي محتاج مالتي فيتامينز، محتاج اوميجا، الحاجات الصحيه اللي بتحافظ على صحته. فمثلا حد بيعمل دايت فقط مش اكتر من كده وعنده مشكله في الشهيه، بنرشح له مثلا جو فايبرز. حد ما بيتمرنش اصلا بنقدر نرشح له جرين كوفي، بتعلي الحرق معاه وبرده بتديله طاقه كويسه على مدار اليوم. بلس المتدرب برضه حد محتاج يخس وبيتمرن في الجيم او اي رياضه ثانيه، بيستخدم المنتجات بتاع جو فايبر او سليمنج او جرين كوفي في الدايت بلان بتاعه، اللي هو يقدر يخس، يقدر يسد الشهيه، يقدر يعلي الحرق بتاعه على قد ما يقدر، يتخلص من الميه الزياده، بالذات لو حد بيخس وهو اوفر ويت بيحتاج حته ان هو يتخلص من الميه بسرعه عشان هي بتبقى عامله اوفر ويت لوحدها. طبعا السكر مفيش كلام فيه في حته ان هو كده ميزته في الافتر تيست بتاعه كسكر دايت، فدي حاجه مميزه جدا. بالنسبه لسعر المنتجات، ممكن عميل يشوف ان في منتج من المنتجات زي جو فايبرز مثلا سعره عالي شويه مقارنه بالمنتجات اللي بتسد الشهيه، بس للكابلند اللي موجود جواه كشور سيليوم والجارسينيا، جريب فروت ورمان والاناناس، طبعا ان احنا نعمل بلند زي دوت في منتج واحد اكيد مش هيبقى تكلفته قليله، بس في نفس الوقت عشان نجيب اكبر استفاده موجوده نقدر نستفيد منها يعني من المنتج، طبيعي ان سعره يبقى عالي شويه، بس في نفس الوقت الاستفاده منه هتبقى اكتر من منتجات ثانيه كتير. جرين كوفي طبعا اعلى نسبه كلوروفيل موجوده في جرين كوفي، طبعا ده يخلي ان القهوه الخضراء نفسها مصدرها كويس، فده بيخلي سعرها برده عالي شويه، بالاضافه لان هي معموله بفليفر برده ده بيعلي سعرها شويه، بس في نفس الوقت مقارنه بحاجات ثانيه برده السعر كويس. السليمنج هيربس يعني السعر كويس في المتوسط، وكايفكت برده معقول بالنسبه للسعر بتاعه. وبالنسبه للجرين كوفي بالنسبه للسكر الدايت، الاسعار بتاعته زي معظم اسعار السكر الدايت الموجوده في السوق بالفعل، واللي يميزه هنا ان هو اوريدي الافتر تيست بتاعه مش موجود، فدي حاجه مميزه بالنسبه لي. طيب واحنا برضه مبسوطين جدا طبعا ان منتجات دكتور هيلث موجوده عندنا في ماكس ماسل، وبالذات ان ده منتج مصري وبينافس المنتج المستورد، وطبعا دي حاجه مش دايما موجوده في السوق المصري، بس طبعا برضه منتظرين ان نشوف العروض اللي تنزل طبعا في ماكس ماسل بالنسبه لمنتجات دكتور هيلث قريب ان شاء الله. وشكرا دكتور هيلث طبعا على كل المنتجات الحلوه اللي بيقدموها لنا.